ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتم بتشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. وقبل ما نبدا الحكايه اعرفكم بنفسي. انا ليلى، عندي 23 سنه. في يوم جوزي دخل وهو كان أكبر مني ب30 سنة، وقال لي: محسن، مالك فيكي ايه؟ قاعدة كده ليه؟ وحد من عندك اتصل بيكي قالك حاجة تاني ولا ايه؟ لأ، كل الحوار بس اللي أنا زهقت من العيشة دي. حرام والله، من يوم ما اتجوزتك وانت على طول سايبني لوحدي، وانا اتخنقت قوي. والله يا ليلى أنا ما ضحكتش عليكي، هي دي حياتي من البداية، وانا ما كدبتش عليكي في حاجة. بس على الأقل يعني سيبني أحقق حلم عمري وأجيب عيل أربيه في الوقت اللي أنت مش موجود فيه، أملى حياتي، أكون أم. في الوقت ده هو اتعصب وقال: هو احنا كل شوية هنتكلم في الحوار ده ولا إيه يا ليلى؟ احنا مش قفلناه وخلاص وقلنا لأ؟ احنا متفقين على الكلام ده من الأول، مش كل شوية تعيدي وتزيدي في الكلام. في إيه يا محسن؟ وأنت مش حاسس إنك ظالمني في الموضوع ده؟ يا سيدي أنا مش عايزة منك فلوس ولا ميراث ولا أي حاجة، بس عاوزة يكون عندي حتة عيل. على أساس أنا عبيط بقى وهصدق يا بنت انتي ولا إيه؟ أنا عارف إن انتي متجوزاني عشان الفلوس، مش عشان خاطر سواد عيوني، وأنا مش مقصر معاكي في الفلوس، فاسكتي بقى أو بلاش طريقة كلامك دي. وبعدها مشى، وهي قالت: أنا مش عارفة أنا إيه اللي عملته في نفسي ده، وليه رضيت على نفسي كده. وبعدها بدأت تفتكر اللي حصل زمان. فالأشباك ليلى داخلة المحل وكانت عمالة تعيط، ومحسن قال: خبر أبيض، ايه يا بنتي مالك؟ شكلك عامل كده ليه؟ أنا عمالة أتصل بيكي، تليفونك كان مقفول على طول. اسكت يا أستاذ محسن، أنت ما تعرفش إيه اللي عمله فيا يا عمي، منه لله أخد مني التليفون عشان خاطر يبيعه. يا خبر أبيض يا بنتي، وإزاي أبوكي راضي على كده؟ إزاي راضي إن عمك يعمل فيكي كده؟ طبعا غصب عنه، هو عمره ما كان موافق على اللي بيحصل ده، بس أنت عارف إن اللي بيصرف علينا عمي، وبابا مش بيقدر يقوله لأ على أي حاجة. لا طبعا، الكلام ده مش حقيقي، انت بتشتغلي وبتساعديهم في المصروف، المفروض ما يعملش معاكي كده حتى لو هو بيصرف. في النهاية ده عمك برضه، مهما كان أنا مرتبي ضعيف وهو اللي بيصرف علينا. المهم أنا أسفة عشان اتأخرت على الشغل، هروح أشوف شغلي. وبعدها رحت، هو كان عمال يبص عليا من تحت لتحت، وشوية وجا وقال لي: أنا عندي حل ليكي ولكل مشاكلك اللي انت وقعتي فيها، بس مش عارف انت هتوافقي على الحل ده ولا لأ. الحل ده هو اللي احنا نتجوز. أنا عارف يا بنتي إن أنا أكبر منك بكتير قوي، بس هو ده الحل اللي قدامي. مين قالك إني مش هوافق؟ بالعكس، يا ريت، أنا موافقة. يا ريت تيجي وتتقدم ليا وأخلص من القرف اللي أنا عايشة فيه ده. طب انت فاكرة لو جيت وتقدمتلك عمك هيوافق؟ ما تشيلش هم الموضوع ده، أنا هتكلم معاه. وفعلا بعدها جه وكان قاعد مع عمي كريم، وعمي قال: وأنا موافق، بس هاخد $500,000 عشان تتجوزها، وخدها كده بشنطة هدومها. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عمي؟ لا طبعا، أنا مش موافقة، الفلوس دي كتيرة قوي يا أستاذ محسن. خلاص يا بنت انتي، مش عايزة أسمع صوتك وأنا بتكلم معاك انتي. قلت ايه يا حاج؟ سيبك من كلامها، كلام معايا أنا. وأنت فاكر يعني عشان عندي كذا محل يبقى خلاص أقدر أدفع مبلغ زي ده؟ لا طبعا، ده كتير جدا وأنا مش موافق. خلاص، ما بين البايع والشاري تحلى، مع السلامة. في الوقت ده بصيت لبابا وقلت له: ما ترد يا بابا، هو أنت ساكت ليه على كلام عمي؟ أنت موافق على الكلام اللي بيقوله ده؟ والله يا بنتي ما باليد حيلة، اسمعي كلام عمك. أظن بقى حضرتك سمعت الكلام ده، يا ريت تاخد بعضك وتتكل على الله وتمشي من هنا. وبعدها فعلا محسن مشى، وأنا حسيت في الوقت ده إن أنا مخنوقة قوي. وبعد ما كلهم ناموا أخدت شنطة هدومي ونزلت رحت بيت محسن. خبر أبيض، إيه اللي جابك في وقت متأخر زي ده يا ليلى؟ في إيه؟ وعمك عملك حاجة؟ لأ، بس أنا جاية عشان خاطر أقولك إني خلاص أنا مش هقعد معاهم تاني، وعاوزة أنا وأنت نتجوز، وأنا راضية بأي حاجة. طب ادخلي بس وبعدين نتكلم. وبعدها دخلت وقال لي: اسمعي يا بنت الناس، طول ما أنا عايش
هخليكي مش محتاجة حاجة، إنما لما أموت كل فلوسي هتروح لعيالي. مش فاهمة كلامك، وأنا مش هخلف منك يعني ولا إيه؟ لا مش هينفع تخلفي مني، لأن أنا عندي أولاد، وهتقعدي في البيت هنا، وهكتبه باسمك، وهجيب لك كل اللي نفسك فيه. هكتب البيت ده باسمك عشان محدش يخرجك منه بعد ما أموت، لكن أكتر من كده مش هقدر أعمل لك حاجة، وأنا كده كده قرفانة من حياتي أصلا، وموافقة معاك على أي حاجة أنت عاوزها. وفعلا بعدها اتجوزت محسن، وكان على طول بيروح لمراته التانية وسيبني لوحدي. عودة من الفلاش باك. وفي يوم أختي أسماء دخلت على بابا وقالت له: كويس إنك صح يا حبيبي، كنت عايزاك في موضوع مهم قوي. المعيد بتاعي في الكلية عاوز يخطبني. ألف ألف مبروك يا حبيبتي، خليه يتكلم معايا. وبعدها دخل عمي كريم. الله الله، ومن امتى بقى إن شاء الله حضرتك بتقرر كده من دماغك؟ مفيش عريس هيجي يتقدم يا بنت انتي سامعة ولا لأ؟ كفاية كفاية بقى، تضيعت بنتي الأولى من إيديا، مش هسمح لك إنك تضيع التانية. انت سامع ولا لأ؟ هو انت اتجننت ولا ايه يا حسين؟ انت ازاي تتكلم معايا بالطريقة دي؟ انت عمرك ما رفعت صوتك عليا. انت مش عارف ان اقدر ارميك في الشارع ولا ايه؟ وانت اصلا مش قادر تتحرك. بقولك ايه، كفاية لحد كده، واحنا مش هنسمح لك تكلمنا بالطريقة دي تاني. انت سامع ولا لأ؟ ده الشارع ارحم لينا من سيطرتك وتحكمك فينا. ده انت بتذلنا ولا كأننا كلاب عندك. طب والله ما هكسر كلمة، وهخليكي فعلا تترمي في الشارع، وده ابوكي وغوري من هنا في 60 داهية. هو انت ايه؟ فاكر نفسك ايه؟ وانت فاكر نفسك ربنا المعز المذل؟ انت انسان مريض، واحنا غلطانين عشان سكتنا الواحد زيك. يلا بينا يا بابا. وبعدها مشيوا وراحوا عند وائل وامه قالت: حسبي الله ونعم الوكيل، بقى فيه اخ يعمل كده في اخوه؟ برضه هنا البيت يا حبيبتي منور بيكي، وهتشيلي هم اي حاجة. والله العظيم انا اسفة، بس وائل هو اللي قال لي اجي على هنا، وهو جاي كمان شوية. يا بنتي الكلام الفارغ اللي انت بتقولي عليه ده البيت هنا بيتك، وتعملي اللي انت عاوزاه. وبعدها دخل وائل ومعاه المأذون. انا قلت خير البر عجله، واجيب المأذون ونكتب الكتاب على طول. والله يا عمي هشيل بنتك في عيوني، وانت كمان والله يا عمي هتبقى فوق راسي. انا مش عارف اقولك ايه يا ابني، ربنا يخليك لينا. وبعدها الام قالت: ما تزعلش مني يا وائل، انت برضه لازم تتصل بأبوك يا حبيبي وتعرفه برضه، ده مهما حصل واسمه أبوك. أنا مش هتكلم معاه في الحوار ده، كفاية إنه راح يتجوز عيلة من دور عياله يا أمي، وأنا لا يمكن أوافق على الكلام ده أبدا. بس مامتك عندها حق، ده باباك برضه مهما كان من حقه يفرح بيك مهما حصل بينكم. الموضوع خلص بينا خلاص، وأرجوك يا عمي نكتب الكتاب بقى. طبعا وائل هو المعيد بتاع أسماء اللي كان متقدم لها. وفي شقتي دخلت صحيت محسن: يا محسن حرام عليك، وما اقعد اتكلم معايا شوية. أنا بدأت أتخنق، حس إني على طول بكلم الحيطان. إيه يا ليلى في إيه؟ حرام عليكي، سيبيني أرتاح شوية عشان عندي سفرية مهمة بالليل. بجد أنا عايزة أشتري قطة، أي حاجة تونس بيها في الشقة. أنا بقيت مخنوقة قوي من القعدة لوحدي. لا قطط لا، أنا مش بحب الكلام الفاضي ده، مش بحب الحيوانات الأليفة. بقى قطة حاجة فاضية؟ ويعني إيه مش بتحب الحيوانات الأليفة؟ ده أنا كمان كنت هقولك عاوزة أربي كلب. بقولك إيه، سيبك من الكلام الفارغ ده، قومي يلا اعملي لي كوباية شاي عشان أشربها قبل ما أنزل. وبعدها دخلت وهو مسك تليفوني وشاف تعليق ليا، ودخل مسكني من شعري وقال: يا مدام يا محترمة، إيه التعليق اللي انت معلقاه للولد ده؟ انت تعرفيه منين إن شاء الله؟ حرام عليك يا أخي، سيب شعري وبعد كده نتكلم. أنا والله العظيم ما أعرفه، ما أنت شايف إن ده جروب موجود فيه ستات ورجالة. ده تعليق، مجرد تعليق على الشات، مش أكتر من كده. لا والله، وده يسمح لك يعني إنك تكلمي واحد ما تعرفوش؟ والله لسود عيشتك الليلة. وفضل يضرب فيا، وبعدها نزل وأنا فضلت أعيط. وبعدها بكام ساعة لقيته طالع: حقك عليا يا ليلى، ما تزعليش، بس أنا بغير عليكي قوي، وزعلت لما شفتك معلقة الراجل غريب، بس أنا ما عملتش أي حاجة. بعدين يا حسرة أنا بعرف أقعد على النت، ده أنا بخش من الباقة بتاعتي، ده أنا نفسي نجيب راوتر زي الناس، يبقى عندي لابتوب بدل شغل الباقة ده اللي بتخلص من أقل حاجة على التليفون.
بصراحة النت ده حاجة فاشلة أوي وبتفشل الستات. بس أنا بقى يا ستي هجيبلك الحاجة اللي نفسك فيها، مع إن أنا قلتلك اللي أنا موتي وسمي الحاجة دي، بس هعملها عشان أرضيكي. أنا يا ستي هجيبلك الكلب. بجد والله؟ أنا مش عارفة أشكرك إزاي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمني منك أبدا ويفرحك زي ما أنت فرحتني كده، عشان تعرفي أنا بحبك قد إيه وعايز دايما أشوفك مبسوطة. لو سمحتي بقى اخرجي من الجروب اللي انت دخلتيه ده، والله هعمل لك كل اللي نفسك فيه. وبعدها فعلا خرجت، وبعدها بفترة راح عند وائل اللي طلع ابنه فتحت أسماء. أيوة خير حضرتك، عايز مين؟ انت اللي مين؟ وبتعملي ايه هنا في الشقة دي؟ أنا حاسس إني شفتك قبل كده، شكلك مش غريب عليا. وبعدها خرج بابا على الكرسي. يا راجل يا بجح، هو انت ليك عين تيجي هنا تاني بعد اللي انت عملته؟ خليت بنتي تروح تتجوزك من ورايا؟ ايه اللي بتعمله في شقتي هنا؟ يا فين الهانم اللي جوزت ابني من ورايا؟ بعدها خرج وائل وقال ايه الصوت العالي ده؟ خير في ايه؟ جاي عمال تزعق فينا كده ليه؟ الراجل ده يطلع ابوك انت؟ ازاي الكلام ده؟ لا والله، على اساس انا عبيط يعني عشان خاطر اصدق اللي انت ما كنتش تعرف بالموضوع ده؟ انا اللي مش فاهم حاجة. هو انت تعرفه منين يا عمي؟ وانت يا بابا اللي جابك هنا تاني مش خلاص من يوم ما اتجوزت احنا مش عارفين عنك حاجة ولا بتسأل فينا؟ عايز اعرف بس، هو انت بتعاقبني على ايه؟ انا ما عملتش حاجة غلط، انا اتجوزت على سنة الله ورسوله. بعدين انا قلت مش هكتب لمراتي اي حاجة. لا والله يا بابا، كتر خيرك قوي على اللي انت عملته معانا واحنا مش عاوزين منك حاجة. بس انا بقولك انت تعرف عمي حسين منين؟ لا والله، على اساس يعني انك ما تعرفش انك تجوز بنته وهي بنته التانية جات تلعب عليك عشان خاطر توقعك انت كمان؟ يبقى كده الاب وابنه بياخدوا الورث كله. انا محترماك بس عشان خاطر جوزي، انما اكتر من كده مش هقبل. سامع ولا لا؟ ولو كنت اعرف من الاول ان وائل يبقى ابنك انت انا عمري ما كنت وافقت ولا اتجوزته. وانا ماليش دعوة هي اخت مين، انا ليا دعوة ان دي مراتي اللي بحبها، وهي انسانة كويسة ومحترمة وبتحبني يا بابا، وانا متأكد من الكلام ده كويس قوي. ولو سمحت امشي اطلع برا. معقولة انت بتقولي الكلام ده؟ انت بتطردني يا ولد؟ وانت يا هانم والله عرفت تربي ابنك بيطردني ما بيقف قدامي ويقولي الكلام ده وانت ساكتة؟ وانا اعمل ايه يعني؟ حقه، ما انت جاي دلوقتي وعايز تخرب لنا كل حاجة. امشي اطلع برا، مش عايزين نشوف وشك هنا تاني. وبعدها محسن جه عندي وانا كنت مبسوطة بالكلب قوي. كويس انك رجعت يا حبيبي، تعالى كده، تعالى شوف الكلب ده عامل ازاي. والله العظيم ما في حد كلب الا ابوكي، وانتي كمان انتي بنت 60 كلب. والله لو اوريكي دلوقتي انا هعمل فيكي ايه. وبعدها فضل يضرب فيا. في الوقت ده بيجي الكلب بتاعي وبيفضل يهوهو بيحاول يعض محسن عشان يسيبني. وأول ما محسن بيلاقي كده بيروح جايب عصاية وبيفضل يضرب فيه. حرام عليك يا محسن، إيه اللي بتعمله ده؟ والله العظيم انت مريض، إيه اللي بتعمله ده؟ الكلب هيموت في ايدك، حرام عليك، ده روح اتقي ربنا. الساعة كده جاتك القرف، واعملي حسابك لا انت ولا اختك حطوله جنيه واحد من فلوسي. اديني قلتلك اهو، حتى الشقة اللي انا كاتبها انا مش كاتبها لك بدون شروط وممكن اخدها منك في اي وقت. وبيروح مخلص كلامه وبيمشي، وانا بروح على الكلب بسرعة بلاقيه مش قادر يتحرك، كان عمال يبصلي وهو حزين. قعدت اقول للكلب ربنا ينتقم منك يا محسن، انا مش فاهمة كان دماغي فين لما اتجوزت واحد زيك. وبروح قايمة بسرعة وباخد الكلب وبخرج. وعند أسماء كانت بتلم هدومها هي وأبوها. في الوقت ده بيدخل عليها وائل. انت بتعملي ايه يا أسماء؟ واخدة الهدوم دي على فين؟ هشوف أي مكان أنا وبابا عشان نقعد فيه، وقت ما تبقى جاهز للطلاق يبقى كلمني. تتجننتي يا أسماء ولا ايه؟ طلاق ايه اللي انت بتقولي عليه؟ وايه اللي حصل عشان عاوزة تسيب البيت وتمشي؟ وانت ازاي بتتكلم عادي كده؟ بالذات لما عرفت ان باباك متجوز ليلى اختي. معقولة موافق ان احنا نكمل سوا؟ وايه المشكلة؟ انا مش فاهم برضو ايه اللي حصل يعني عشان تسيبي البيت وتمشي. وخدي هنا، هو انت ما كنتيش سامعة انا بقول له ايه؟ اسماء بضيق، لو انت عادي اكيد مامتك بعد الحوار ده مش هتبقى كويسة معايا.
وبالذات يعني عرفت إن أختي هي اللي متجوزة باباك. ماما مش من النوع ده خالص، بالعكس دي بتحبك يا أسماء. ولو ماما متضايقة من الموضوع ده هاخد لينا شقة ونقعد فيها، ولا إنك تبعدي عني خالص. أنت بتتكلم بجد يا وائل؟ طب ما تعرفش أنت طمنتني إزاي؟ طب يلا بقى خرجي على برا، عمي عمال يسأل عليكي. وعلى فكرة احنا مش بناخد حد بذنب حد، ده حتى ما يرضيش ربنا. وبيروح واخد أسماء وبيخرجوا، اللي أول ما بتشوفها حماتها بتقول: إيه يا أسماء، إيه يا حبيبتي، من ساعة ما مشى عمك وانت دخلتش الأوضة وما خرجتيش، انت كويسة؟ أنا عارفة إنك زمانك مفكرة يعني إن إحنا كنا عارفين إن ليلى متجوزة عمي، بس والله العظيم ما نعرف الموضوع ده خالص إلا دلوقتي حالا. هو ده بقى الموضوع اللي مخليكي قاعدة في الأوضة ومش راضية تخرجي منها؟ على العموم يا بنتي أنا مش بنفكر كده خالص، أكيد مش هاخدك بذنب أختك. ومحسن مهما عمل فهو في النهاية برضه اتجوز على سنة الله ورسوله، يعني ما غلطش في حاجة. يعني انت بتتكلمي بجد؟ انت مش زعلانة مني ولا من بابا؟ لا طبعا، ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوليه ده؟ انت من ساعة ما اتجوزتي وائل وانا اعتبرتك بنتي، وفي ام برضه ما بتحبش بنتها. الاب بفرحة، انا مش عارفة اشكرك ازاي. واحدة غيرك كانت رفضت وجودنا في البيت بسبب اللي حصل، بس بجد احنا مستحيل ننسى وقفتكم جنبنا. كلام ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ انت مش عارف غلاوتكم عندنا، ولو الارض ما شالتكمش نشيلكم احنا فوق دماغنا. انت ما تعرفش انتوا بالنسبة لنا ايه يا عمي. في الوقت ده بيقطع كلامهم جرس الباب، وبتروح تفتح أسماء، ونرمين قالت: هو انت طلعت فعلا متجوز يا ابن خالتي؟ والموضوع ما طلعش إشاعات يعني؟ وائل بحدة: فين نرمين؟ هو انت ازاي تدخلي بالشكل ده؟ وايوه اتجوزت، عايزة ايه يعني؟ انا مش فاهم ايه اللي مزعلك في كده. هو انت مجنون ولا بتستعبط؟ ولا تكونش مفكر اني مسلفاك الفلوس لله وللوطن؟ انا مسلفة لك الفلوس على اساس انك هتيجي وتتقدم لي وتتجوزني، مش تروح تتجوز بيهم الجربوعة اللي معاك دي. لحد هنا وانا مش هسمح ليكي بأي كلمة زيادة. اتفضلي غوري من غير ما ترد، مش عايزة اشوف وشك هنا تاني. ده انت بتطردني انا عشان الزبالة دي؟ تمام يا وائل، وطالما بقى عملت كده أنا عاوزة فلوس اللي أنت واخدها مني، طالما أنت حامش قوي وعامل نفسك راجل بزيادة. عيب يا نرمين يا بنتي، عيب اللي بتعمليه ده، والجواز اسمه ونصيب، أكيد ربنا شايل لك الأحسن. بقولك إيه يا خالتي، نقطينا بسكاتك بالله عليكي. وأنت يا وائل أنا عايزة الفلوس في أقرب وقت، يا إما قسما عظما لاجيلك الكلية بتاعتك وأجرسك وأفضحك وأخلي الكيلو منك بقرشين، واللي ما يشتري يتفرج عليك. والله العظيم يا وائل ما هخليك تقدر ترفع عينك في عين حد لو فلوسي ما رجعتليش. وبتروح مخلصة كلامها وبتمشي، وأول ما بتمشي الحما بتقول: بالله عليك يا وائل ما تزعلش نرمين، انت عارف كويس قوي انها كانت بتحبك، دي كانت متعلقة بيك من صغرها، عشان كده عملت كده. يعني قلبها وجعها لما عرفت انك اتجوزت واحدة تانية. وائل بضيق: خلاص يا أمي، وأنا أصلا عمري ما عشمتها بحاجة على فكرة، ولا عمري قلت لها إني هتجوزها. أنا طول عمري شايفها أختي وبعملها زي أختي، هي اللي دماغها بقى كانت بتخليها تسرح في حاجات تانية. المشكلة دلوقتي إن أنا معيش أي فلوس عشان أسدد ليها فلوسها. الموضوع هيتحل إن شاء الله يا وائل، أنا مش عايزاك تقلق من حاجة طول ما إحنا مع بعض، أنا متأكد من كده. بس المشكلة إن المبلغ كبير قوي، مش عارفة أتصرف فيه إزاي. بيروح مخلص كلامه وبيمشي، وفي الوقت ده حماتي بتقول: أنا هدخل أكلم محسن، ولو كده خليه يبعت لنا جزء من المبلغ وهي حاجة نسد بيها الزنقة. وبتروح داخلة على جوه. في الوقت ده بكون قاعدة في العيادة لحد ما الممرضة بتيجي وبتخليني أدخل. بالله عليك يا دكتور طمني، الكلب عامل إيه دلوقتي؟ ده من ساعة اللي حصل وهو كان ما بيتحركش. خبر، مين اللي عمل في الكلب كده؟ ده كان ممكن يخسر حياته. بيروح واخد الكلب مني وبيقعد يكشف على الكلب، وبعد شوية بيخلص وبيجيبه ليا. هو انت ازاي تخلي الكلب يخرج الشارع ويحصل فيه كده؟ ده متبهدل خالص. اصل هو سهاني وخرج، وبعدين رجع لقيته متبهدل كده وما كانش عارف يتحرك، ده كان نايم قصاد باب الشقة. طب هو عامل ايه دلوقتي؟
طمني عليه. اهدي بس، وانت مالك خايفة عليه كده ليه؟ ده شكل الكلب ده عزيز عليكي قوي. على العموم هو بقى أحسن، بس عايز متابعة معايا كل فترة عشان نطمن عليه. حاضر، أهم حاجة بس يبقى كويس يا دكتور. دكتور أسامة. أنا اسمي دكتور أسامة. بس ما قلتليش إيه اللي حصل برضه عشان يوصل لكده؟ يعني في الشارع مثلا ضربوه ولا إيه؟ والله يا دكتور أنا مش عارفة التفاصيل، وما أظنش إنها هتفرق معاك في حاجة يعني لو عرفت الكلب هيتحسن بسرعة مثلا. عندك حق. على العموم يعني ممكن رقم تليفونك عشان أطمن عليه وأتابع معاكي. أصل أنت ما تعرفيش حالته كانت عاملة إزاي. لولا إنك جيتي في الوقت المناسب كان ممكن حياته تنتهي. ليلى بحزن. حاضر. وبتروح مدياله الرقم، بتروح واخدة الكلب وبتمشي. في الوقت ده عند محسن كان بيكلم أم وائل. بقولك يا حلوة، من النهاردة تنسيني خالص انت والمحروس ابنك، وتنسى أي فلوس هتاخدوها مني تاني. حرام عليك يا محسن، ده أنا بقولك ابنك مزنوق محتاج فلوس بسرعة. حلو الكلام ده قوي، وأنا مستعدة أديلكم أي فلوس انتم عاوزينها، بس تخليه يطلق البت دي ويطردها ويطرد أبوها من البيت. حرام عليك اللي انت بتعمله ده يا محسن. انت ما تعرفش وائل بيحب أسماء ازاي؟ وبعدين هي البت وأبوها كانوا عملوا لك ايه يعني؟ حرمة عليك عيشتك يا ولاية يا خرفانة. محدش مشجع ابنك ولا مقوي قلبه الا انتي. لازم يعمل كده عشان بعد كده يحرم يعمل حاجة من ورايا. طب سيبك من كلامك ده وابعت الفلوس اللي انا قلتلك عليها، وانت يعني هتبقى مبسوط وابنك مديون. وانا قلت مفيش ولا جنيه والله ما اطلق البت دي. واعمل حسابك الفلوس اللي بتجيلك كل اول شهر خلصت يا ماما، وبتصرفي انتي وشوفي هتمشي الشهر ازاي، وخلي العالم الشحاتة اللي عندكم دول يبقوا ينفعوكم. بيروح مخلص كلامه وبيقفل الخط، والحما بتروح قاعدة مكانها تفضل تعيط. في الوقت ده بتدخل أسماء. في ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ مالك عاملة كده ليه؟ عمالة تعيطي ليه؟ ويكون عمي قالك حاجة تزعلك؟ تصوري يا بنتي رافض يساعد وائل. أنا مش عارفة أعمل ايه ولا أتصرف ازاي، بالذات أنا عارفة اللي اسمها نرمين لما بتقول حاجة لازم تنفذها. بصراحة كده أنا جاية ليكي عشان الموضوع ده، ومحدش هيقدر يساعدني فيه إلا انتي. هو ايه يا بنتي؟ كلمي على طول، أنا مش فاهمة منك حاجة. بصراحة كده أنا معروض عليا شغل إنما كويس قوي، وكلمت وائل في الموضوع ده قبل الجواز على طول. هو كان رافض، فاريد تقنعيه. أديكي قلتي وائل رافض. مش عارفة إن دماغه ناشفة، هخليه يوافق إزاي بس؟ وأكيد انت عارفة كمان دماغ وائل، بس اللي واثقة منه إن انت لو حاولتي هيوافق ومش هيقدر يرفض ليكي طلب. والله أول ما الظروف تتحسن أنا هسيب الشغل على طول. بس ديك انت شايفة اهو، شايفة الظروف عاملة معانا ازاي. تعرفي يا أسماء يا بنتي وائل محظوظ قوي عشان اتجوز واحدة زيك. انت خايفة عليه وبتحبيه ونفسك تساعديه. على العموم أول ما يرجع أنا هكلمه ومش هسيبه غير لما يوافق. يا أصيلة يا بنت الأصول. في الوقت ده برجع البيت بلاقي محسن قاعد على الكنبة. هو انت ازاي بنت تخرجي من غير ما تقولي لي؟ يا وكالة من غير بواب ولا ايه؟ ولا انا مش مالي عينك؟ لا والله الحكاية مش كده. كل الحكاية انك لما ضربت الكلب كان بيطلع في الروح، عشان كده خدته بسرعة على العيادة عشان الدكتور يشوف ماله. تمام يا ليلى، بس بعد كده ما تخرجيش ولما تعرفيني، عشان لو خرجتي من غير ما اعرف هقطعلك رجلك. سمعتي ولا اقولك تاني؟ طبعا سمعت. حاضر، انا هدخل استريح شوية. محتاج حاجة اعملها لك؟ لا يا اختي، مش عايز من وشك حاجة. امشي غوري، قولي على جوه. كل ما اشوفك تكري لاهلك هببوه. حاضر. بس انت يعني مش هتقولي ايه اللي حصل خلاك تيجي كده من بره وتبقى عصبي كده؟ وانت ايه ما بتفهميش يا بنت الله؟ وكل ما انسى تفكريني ليه باللي حصل. بس ده بعدك يا ليلى، والله ما هتاخدي مني جنيه، لا انت ولا اهلك. بقى انتوا تعملوا عليا الفيلم ده واختك ترسم على ابني وتتجوزوا؟ يا عيلة طماعين يا شحاتين. اسمها اختي اتجوزت ابنك امتى وازاي؟ انا مش فاهمه اي حاجه. اعمليها وما اعمليهم عليا يا بنت انتي، على اساس انك ما كنتيش عارفه حاجه. امشي ادخلي على جوه، انا مش طايقه اشوف خلقتك. واول ما بلاقي محسن بالحاله دي
بروح داخلة بسرعة على الأوضة وبقفل عليا. في الوقت ده بلاقي الموبايل بتاعي بيرن، بيكون رقم غريب، ولما بفتح بلاقيه أسامة الدكتور. معلش يعني إني مكلمك في وقت زي ده، بس بصراحة أنا ما كنتش عارف أنام غير لما أطمن عليكي. قصدي يعني أطمن على الكلب. وعامل إيه؟ الحمد لله، هو بقى أحسن. وأنتي مش عاوزة تقوليلي إيه اللي حصل؟ عشان حاسس إن الموضوع غير كده خالص. هقولك، وبروح قايلاله على كل حاجة. خبر؟ معقولة في حد مؤذي بالشكل ده؟ طب انت ازاي توافقي على واحد زي ده؟ أهلي السبب في كده، هما اللي جوزوه ليا غصب عني. الله لا يسامحهم بقى. طب انت فيها اهو، طلقي منه. يا ريت ده كان ينفع، وانا كنت عملتها من بدري، بس انا ماليش اي مكان اروح فيه. على العموم انا اسفة، زماني وجعت راسك، بس انا كنت محتاجة اتكلم مع حد. خبر؟ يا ريت كل وجع الراس يبقى بالشكل ده. على العموم ممكن ابقى اطمن عليكي من وقت للتاني، بس يعني. أسامة بمقاطعة؟ قصدي على الكلب يعني. انت ما تعرفيش، من أول ما شفته حبيته قوي، حبيته من أول نظرة. وفعلا أسامة كان بيتكلم معايا كل يوم، لحد ما في مرة لقيته بيقول: صراحة انت وحشتيني قوي، ايه رأيك نتقابل؟ لا طبعا، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده محسن لو شم خبر اني بكلمك ممكن يموتني فيها. انت بتقول ايه؟ ازاي نتقابل؟ طب افرض حد شافني وراح قال له بصراحة كده انت وحشاني قوي. طب ايه رأيك نتقابل في الشقة عندي، وانت ولا حد شايفك ولا هيروح يقول له حاجة؟ بس يعني مفيش بس. يا ستي مش هخليكي تتأخري، يا دوب هشوفك وامشي على طول. قلت ايه؟ خلاص، ابعت لي العنوان، مسافة الطريق وهكون عندك. وفعلا أسامة كان بيعمل كده، وانا بروح واخدة الكلب وبروح نازلة. وبعد شوية بوصل العمارة بتاعت أسامة، اللي أول ما بيفتح لي بيقول: ادخلي، مالك واقفة على الباب كده ليه؟ وبعدها بدخل، وبعدها حصل بينا اللي حصل، وطبعا حصلت علاقة غير شرعية. ووقتها قلت له: انت ازاي تعمل كده؟ انا مش عايزة اشوفك تاني. وبعدها مشيت، فضلت عايشة 5 شهور. بعدها حسيت اني تعبانة ورحت للدكتور. الدكتور قال: مبروك، انت حامل في 4 توائم. ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ وبعدها افتكرت اللي حصل بيني وبين أسامة ومشيت. وانا ماشية بعت رسالة لأسامة وقلت له اني حامل، وروحت. واول ما وصلت محسن قال: هو انت كنت فين؟ وازاي اتصل بيكي؟ ما تبقيش عايزة تردي عليا، ما انا كنت عند الدكتور وقال لي اني حامل، مش عارفة اتصرف ازاي، بس اوعدك اني هنزلهم. ومين قالك اني عاوزك تنزلي الحمل؟ انا عايزك تكمليه، لان هحرم وائل من كل الميراث. انت بتتكلم بجد؟ بجد يا محسن؟ ما تعرفش والله ان ده اسعد خبر في حياتي. وبعدها نزل محسن من عندي، ولقيت أسامة بيكلمني وبيقول: الرسالة اللي انت بعتيها دي معقولة؟ معقولة انت حامل؟ ايوه، بس الحمل ده ما طلعش منك انت، ده طلع من جوزي. هو وافق خلاص ان انا اكمل الحمل. هو انا عبيط بقى ولا بريالة عشان اصدق كلامك ده؟ انت شكلك بتقولي لي الكلام ده عشان جوزك وافق خلاص انك تكوني حامل. والله العظيم ماما طلقتي منه واتجوزنا ما تعرف انا هعمل فيكي ايه. والله لا اروح عنده وافضحك. انت عاوز مني ايه؟ انت اخرك عندي ارمي لك قرشين، غير كده لا، مش هعمل حاجة. وانت يا بنت انتي بعد ما تاخدي مصلحتك خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لك. والله لو ما اتطلقتي منه لأقول له على كل حاجة. في الوقت ده هي ما شافتش قدامها، وراحت للعيادة بتاعته وضربته بالسكينة، وبعدها اتقبض عليها. وبعد فترة راح محسن البيت. ايه اللي جابك تاني يا بابا؟ عاوز تتخانق معانا تاني ولا ايه؟ انا عارف ان انا غلطان وجاي اعتذر لكم على اللي انا عملته. حقك عليا يا اسماء يا بنتي. وايه اللي حصل غيرك بالطريقة دي يعني؟ انا هقولك على كل حاجة. وبعدها قال له على كل حاجة، وقال: انا كنت غلطان لما اتجوزت واحدة قد بنتي. على فكرة اتعمل تحليل DNA اللي في بطنها، ال4 توائم طلعوا من أسامة دلوقتي في المستشفى وحالته حرجة قوي، بس كلهم بيقولوا إن هو هيفوق، هيبقى كويس. وطبعا الولاد هيتنسبوا ليه، وهي في السجن بتاخد جزائها. أنا غلطت فعلا لما خدت قرار إن أتجوز واحدة مش مناسبة ليا وإني أبيع أم عيالي. أرجوكي سامحيني. وإنت يا ابني أنا عاوز أبدأ معاكم صفحة جديدة. أما بالنسبة لأسماء
فأنا مش هحملها ذنب أختها. طالما أنت بتحبها وواثق فيها خلاص عيش معاها. أما أنا فأنا محبوسة دلوقتي ومستنية الولادة، وطبعا الأولاد هيتنسبوا لأسامة، وهو خلاص دلوقتي فاق، فأكيد طبعا هنكتب كتاب سوري عشان الأولاد يبقوا باسمه، وهو مستعد يتنازل، ولو هو تنازل العقوبة هتسقط ولا لأ. أنا مش عارفة مصيري ولا مصير أولادي. وبكده تكون انتهت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.